طيب، تعالى نمسك بقى العوامل دي. انا ما شرحتهاش، انا يعتبر عرضت لك المعلومة، لكن انا عايزك تبدأ دلوقتي معايا بقى عنصر عنصر. سمي الله بقى كده وصلي على رسول الله. نبدأ بالعنصر الاولاني، نهر النيل. نهر النيل ده حاجة عظيمة. ازاي؟ عظمة نهر النيل في التكوين بتاعه. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك لما تيجي تبص على نهر النيل هتلاقيه منحدر كده، الجنوب فيه مرتفع والشمال فيه منخفض. يبقى اللي قدامي ده عامل هنسميه دلوقتي عامل الانحدار. طيب، مش النهر ده بيجيب معاه ميه وبيجيب معاه كمان طمي؟ صح. طب لما يجيب الطمي يوصل هنا في مناطق الشمال، يبدأ يرسب الطمي على الجنبين. فلما يرسب الطمي يعمل لنا ايه؟ يعمل لنا تربة فيضية خصبة، نقدر ان احنا نعمل فيها عمليات الزراعة. والمية معدية في النص، يبقى في النص مية ري وعلى الجنبين تربة خصبة. فبالتالي نهر النيل يساعدنا على ايه؟ يساعدنا هنا على فكرة الزراعة. عظيم جدا. لحد الآن ده الطبيعي بتاع النهر. يبقى منحدر من الجنوب رايح لحد الشمال اهو، شايل معاه المية والطمي. فده بيساعد على ان الزراعة تقوم. مفيش حاجة جديدة عليك. لكن تعالى بقى كده، هيقولك ان نهر النيل علم المصريين 3 حاجات: وحدة وتضامن. علمهم يتحدوا مع بعض ازاي، علمهم يتكفلوا ويكملوا بعض ازاي، علمهم يتواصلوا فيما بينهم مرة وفيما بين الآخرين مرة تانية. وتعالى نشرحها هنا نقطة نقطة. ازاي نهر النيل خلى المصريين يتضامنوا مع بعض؟ هو يا جماعة مش نهر النيل ده كل سنة كان بيجيب فيضان؟ طب الفيضان ده بيأثر عليا أنا لوحدي ولا بيأثر على الناس كلها؟ الإجابة الناس كلها. طب ما هو لازم الناس كلها تتحد هنا علشان تبدأ إن هي تبني الجسور والسدود والخزانات عشان يحموا نفسهم من خطر الإيه؟ الفيضان. فبدأت الناس تشتغل مع بعض. فلما اشتغلوا أدركوا قيمة الوحدة والتضامن اللي النهر علمها لهم. يبقى بنوا الجسور عشان يحافظوا على مية الفيضان ويحافظوا على نفسهم. فبدأوا إن هم يعيشوا كشعب واحد عبر التاريخ. يبقى كده المية معدية في النص، محميين عن طريق السدود اللي المصريين اتحدوا مع بعض وبنوها.